نجي واحدة واحدة. حدود بابل هي مين تبدي وين تنتهي؟ حدود بابل يعني كانت يعني بابل من نقول مركز العالم القديم، معناها ما لها حدود، تمتد إلى ما لا نهاية، لأنه رسموا البابليين خارطة العالم وكتبوا يعني هي توجهاتها صحيحة 100% حسب الجهات، يعني شمال وجنوب وشرق وغرب، ووضعوا بابل في مركز الخارطة، ووضعوا وكتبوا في أعلى يعني أقصى الشمال هي مجموعة الأقاليم أو الدول أو التي لا ترى فيها الشمس. وكنا نعرف الآن منطقة القطب الجنوبي والشمالي هي بها 6 أشهر نهار، يعني ليل، و6 أشهر نهار. زين هاي شلون وصلوها يعني؟ هذا اللي نقوله البابليين، هذه هي عظمة البابليين. كيف عرف البابليون هذه النقطة في أقصى الشمال، مع العلم لا ماكو وسيلة اتصال نهائيا، بدون وجود وسيلة اتصال، ولكنهم معرفتهم بالفلك والنجوم هي العامل الحاسم بمعرفة تلك المناطق. يعني معرفتهم الهائلة بالفلك خلاهم يعرفون هاي الحقيقة اللي هي كنا نعرفها الآن، 6 أشهر شمس ونهار و6 أشهر ليل في منطقة القطب الشمالي، وكتبوها وثبتوها على خارطة العالم القديم. خلي 6 leagues where the sun is not seen، أي يعني الأقاليم أو الدول التي لا ترى فيها الشمس. هذا هي عظمة بابل أو البابليين، لذلك سموها مركز الكون. هسه هي مركز الكون لأن هي احتلت العالم، لو يعني صفة مركز الكون هسه احنا نعرف بالوقت الحالي من تنضم دولة لدولة معينة. نعم. هي احتلتها. نعم. بابل احتلت العالم بشنو؟ هو العالم القديم، العالم القديم كله تحت سيطرة البابليين، كحكم وعلم وكل شيء. نعم 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 نعم، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. يعني الحضارة البابلية، يعني الإمبراطورية البابلية الحديثة وصلت إلى أقصى الجنوب وأقصى الشمال وأقصى بذاك الوقت القديم، يعني رغم أن هي مو أول حضارة بالعراق، قبلها السومريين، لكن قبل السومريين وقبل مو قلنا يعني العراقيين القدماء أنتجوا وأسسوا وأبدعوا أول وأعظم وأرقى حضارة، وكانت الحضارة البابلية أرقى.